عملنا شوية بسكوت بقى يا جماعة، إنما زي العسل. حلوين أوي، مكوناتهم سهلة وبسيطة إنما جمال جدا جدا. يلا حبايبي نبدأ الفيديو كده، نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بص يا حبيبي، احنا معانا كوباية سمنة، أي سمنة بقى أنت بتفضليها، ممكن تحط زبدة. عندك السمنة حط زبدة. بصي السمنة يعني بدرجة حرارة المطبخ كده، يعني احنا مش مطلعينها من التلاجة ولا حاجة، وحتى لو سايحة ممكن تنفع برضه. معانا حوالي ازيد من نص كوبايه زيت. ماشي، ينفع سمنه بس، ينفع زبده على سمنه، ينفع بس ما ينفعش زيت بس، يعني مش هيبقى الطعم احلى حاجه. معانا كوبايه سكر عادي خالص، ولا بودر ولا اي حاجه. هنقلب ده بقى كله ببعضه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب كويس بس عشان السمنه برضو فيها حتت كده، والسكر يدوب خالص، يعني ايه، قلبي شويه كده، يعني دقيقتين 3 كده. معانا 800 جرام دقيق، ممكن نحتاج منهم، يمكن نتفضل منهم، ممكن ناخدهم كلهم حسب الدقيق اللي معاكي. وبرده بتفرق يا جماعه، معلقه دقيق معلقتين دقيق بالكتير، يعني بتفرق اقل معلقه او اكتر معلقه. بس احنا معانا هنا 6 كوبايات دقيق، يعادلوا بالظبط 800 جرام. احنا كل العيار بتاعنا بالكوبايه، المج العادي خالص بتاع الشاي ده. معانا كوبايه لبن. معانا هنا معلقه بيكنج باودر. ومعانا ذره ملح صغيره ما تسكرش يعني. ومعانا برضه هنحط شويه فانيليا، بس الفانيليا يعني ايه، عشان خاطر تخلي ريحه للبسكوت حلو، انما احنا معناش بيض ولا حاجه. ممكن تحط فانيليا بودر، ممكن تحطي فانيليا سايله، اللي موجود معاكي. بص الخليط كله بقى عامل زي القشطه كله في بعضه كده، السكر والسمنه والزيت وحطينا البيكنج باودر، وحطينا ذره الملح، وكله كده مش ناقص كده حاجه خالص غير الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بقى كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا معانا 6 كوبايات دقيق. احنا مش بنعجن يا جماعه، احنا بنعمل بس بنلمه كده بس، عشان احنا برضو بعد كده هنلم بصوابعنا كده، برضو مش هنعجن عجين جامد عشان هو بسكوت يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسكوته جميله جدا جدا، وبتاخدش اي وقت. تعمليها لما يكون جاي للضيوف، تعمليها لما يكون برضو للولاد، تكون عاوزه تروقي عليهم بقى وبسطينك كده، تعملي لهم حاجه حلوه تفرحيهم بيها. بس انا عاوز معلقه دي واحده بس كمان، برضو احنا ما خدناش ال6 كوبايات.
ال6 كوبايات دولت على الميزانة 800 جرام. ماشي، لو انت توزني بقى بالميزانة يبقوا 800 جرام، لو تعايري بالكوباية يعني، واللي انا مش بفضلها بقوا 6 كوبايات. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تتسرعيش ولا تزودي دقيق ولا تزودي لبن لحد ما ايه تجربيها كده. بس كده جميله قوي، بس كده حلوه قوي. يبقى هي عاوزه ايه بس ايه نلمها شويه كده بايدينا كده مش عايزه ولا هي، لو هي شايفاها بالشقق معاكي تبقى عايزه معلقتين مثلا، معلقتين لبن. لو لقيتيها بتتلزق يبقى عايزه معلقه دقيق. هي ولا كده ولا كده، الحمد لله هي ايه تمام كده، حلوه قوي قوي قوي، حلوه قوي كده. هنسيبها بقى تريح معانا شويه كده عبال بس ما نحضر الصاج بس. تمام بقى حبايبي كده، كوبايه سمسم مثلا او كوبايه الا ربع سمسم كده، ومعانا 3 معالق جوز الهند. حلو قوي. بص بقى، بص هيديكي شكل جميل قوي وحاجه جديده كده ومختلفه. السمسم بقى على معلقتين جوز الهند، على معلقتين عسل من عسل الكنافه البارد يعني، بيبقى عندي على طول تملي شويه باردين كده في التلاجة. ما عندكش حط معلقه عسل ابيض، ما عندي اي حاجه يعني، عشان بس احنا عاوزين حاجه تمسك تخلي السمسم يلزق في العجينه بس. احنا عاوزينها بسكوتات صغيره خالص كده. بس بتنعم جميله ازاي، العجينه جميله معانا. هنبدا بقى نشكل العجينه. بس احنا معانا هنا السمسم بقى وجوز الهند اللي احنا حطينا عليهم معلقتين عسل من عسل الشربات بتاع الكنافه العادي اللي موجود عندك يعني. ما عندكيش حطي معلقه عسل ابيض، ما عندكيش حطي معلقه ميه كده ودوبها في سكر، بس عشان خاطر يمسك في بعضه كده ويطلع. بس العسل او الشربات اللي احنا حاطينه فيه دوت بيخلي شكل البسكوته حلو، وبيخلي لونها بتبقى متحمره حلوه قوي، بيديها تحميره جميله. بعدين احنا بسم الله ما شاء الله جميله جدا. مش عايزينها بسكوته كبيره، عايزينها بسكوته صغيره كده وحلوه.
حلو قوي كده. هنكمل بقى على الشكل ده عشان ما نطولش بس عليك الفيديو شويه كده، ونرجع لكم تاني لما نملى الصابون. ممكن برضو تعمليه كده تبقى اسهل عليكي من المدوره كمان لما تعمليه كده. الشكل اللي يعجبك اعمليه. ممكن تفردي العجينه برضو وتشكليها بالاشكال اللي اي اشكال انت حباها، تفرديها وتعمليها بكوبايه وقعر كوبايه، بتعمليها باي حاجه. بصي اي حاجه ممكن تمشي معاكي. العجينه جميله وناعمه وحلوه، بتمشي معاكي في كل حاجه. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. طلعنا البسكوتات من الفرن يا جماعه. احنا هنعمل معانا كمان نص صاج المقدار اللي احنا عملناه، بس طبعا يلا بالهنا والشفا الولاد كلوا. بصي البسكوتات وجمالها، بصي حلوه قوي وناعمه، وبصي وتحفه، بتدوب في البق كده، جميله قوي قوي قوي. جربيها، اعملي حبيبتي نص المقدار بس، يعني اعملي نص المقدار دوت. هيعمل معاكي كميه حلوه برضه، هيعمل معاكي صاج زي ده كده مثلا. لا انا كان يعني الصاج التالت ما اتمليش، عملت الصاجين دولت والصاج التالت ما اتمليش. شكلي بقى زي ما انت عايزه بالطريقه اللي انت عايزاها. اقسمي المقادير، اعملي المقدار كله، ما هوش كتير ولا حاجه، كل الموضوع يعني بسيط وسهل. هي كوبايه سمنه ونص كوبايه زيت على المقدار ده كله. احنا عملنا 800 جرام دقيق جم 6 كوبايات زي ما قلت لكم. فاضل معلقتين منه بس، معلقتين من الست كوبايات. يعني لو وزنتهم على الميزانه 800 جرام، انما بالكوبايه المج العادي بتاع الشاي بتاعنا جم 6 كوبايات.
فانت شوفي بقى، عاوزه تعملي نص المقدار اعملي المقدار كله زي ما انت عايزه. في كل الحالات هي بسكوته جميله جدا جدا، هتعجب الولاد قوي. بصي مقرمشه بقى وتحفه تحفه. يلا حبايبي بقى، ان كنتوا وصلتوا معايا لحد كده ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.